اخويا، خد اتسلى في شويه الصور دول كده احتياطي عقبال ما اعمل لك فنجان قهوه. يا فوزيه، الله الله الله، اعملي ليه؟ له فنجان قهوه يا بنتي يا فوزيه. ليه بس يا ست زنوبه، وعلى ايه ايه قهوه؟ يا اخويا، انت مش بتعجبك قهوتنا؟ هو انا بقيت استطعم القهوه اللي هنا؟ هو بق الميه بيهنالي الا من قله ست زنوبه. تسلم يا سي عبد العزيز. الله، مالك زعلت كده ليه؟ انا قلت حاجه وحشه لا سمح الله؟ ابدا يا اخويا، بس فكرتني بالمرحوم جوزي، كان دايما يقول لي كده. الله يرحمه، الفاتحه على روحه. بس ما تعيطيش، انت لسه شباب وبكره الدنيا تضحك لك تاني. ربنا يفرحك بشبابك. بص. ها. يو، قصدي بص في الصور. الله. ايه، في حاجة عجبتك؟ ايوه. فين؟ ريحه التقليه. يا اخويا كنت هفرح، بحسبك لقيت حاجة عجبتك. التقليه دي دخلت نغاشيشي دوختني. ظاهر الجيران طبخين ملوخيه يا ست زنوبه. انت بتحب الملوخية يا سي عبد العزيز؟ بالارانب. والقرداحي. احسن من قلتها. خايفة اعزمك تكسفني. امتى يا زنوبه؟ دلوقت. هي التقليه اللي انا شميتها بقى تبقى عندنا احنا. هي ما لقيتش حاجة يا اخويا ولا ايه؟ ابدا مش لاقي حاجه. انت محيرني خالص. مش بخاطر يا زنوبه. والنبي ما اكسر خاطرك ابدا، انا وراك لحد ما ريح بالك. يوه، يا دي النايبه يا سعد. ايه؟ زرار مقطوع من كم القميص. بنتي يا فوزيه، هات الزراير من على البوريه يا بيت. وليه بس التعب ده يا ست زنوبه؟ يا اخويا انت غلبان وملكش حد، وبين عليك طيب وابن حلال. مش عرف. اللي زيك اول ما يقروا النوتة ولا الاجندة يختاروا اللي عندها فلوس كتير. الدنيا مش جنية فلوس يا زنوبة. اي نعم الفلوس عليها معول كبير، انما هي مش كل حاجة. سي عبد العزيز. نعم. والنبي يا سي عبد العزيز، لو كان عندك شوية هدوم عايزة تتخيط ولا تتغسل ابقى هاتهم لي. متشكر يا زنوبة. ناكل بقى لقمة مع بعض، وهي لقمة هنية تكفي 100، خصوصا اذا كانت ملوخية. احنا اتكلمنا عن حاجات كتير قوي. اهو انت دلوقتي عرفتي حياتي من طقطق لسلام عليكم.